الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أيها الإخوة الأعزاء، في هذه الحلقة سنتطرق لقراءة في رواية سيرة حمار للكاتب المغربي الكبير حسن أوليد. سيرة حمار هي سيرة تنقلنا إلى قرون خلت من التاريخ. هذه السيرة تروي حكاية وسيرة شاب أمازيغي مسخ في هيئة حمار عن طريق الخطأ، لكن عقله ظل عقلا بشريا. وقبل بداية الاسترسال في هذه القراءة لابد أن نبتدئ حديثنا بالصلاة والسلام على خير البشرية، الرحمة المهداة إلى كل البشرية. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أذربال هو هذا الفتى الأمازيغي الذي يعيش بمدينة أليلي. أليلي هذه وهي وليلي حاليا هي عاصمة موريتانيا الطنجية، وهي المدينة التي ازداد بها من والده بوكود يوليوس الذي يشتغل محاسبا في بلدية المدينة، وأمه إيزا ذات الثقافة الأمازيغية الأصلية. لقد عول والده عليه أن يعانق الحياة السياسية، والتي لم يستطع هو الانخراط فيها، لأنه في ذلك الوقت وذلك الزمان كانت منحصرة عند النبلاء فقط. وكان بوكود يوليوس هذا يرى في ابنه أملا لتدارك ما حرم منه. تابع إذن أذربيل دراسته في مدينة قيرطة، هذه المدينة التي تعرف حضورا قويا وكبيرا للرومان. كانت دراسته حقوقية، بل دفعه شغفه أكثر بالمعرفة لاستكمال هذه الدراسة بقرطاج، فقد درس حكم ماركس أورليوس بعدما أجاد اللغة الإغريقية، وعمق معرفته بها ليدرس الفلسفة اليونانية. وقد فتحت عليه مغالق فلسفة الإغريق فتاة من مدينة سيرين، وهي من بلاد سيزيكا من اللوبيين، وتدعى هذه الفتاة تدعى هيبتا، والتي كانت تتقن اللغة الإغريقية. غادر بعدها قرطاج وأبحر إلى روما، التي أقام بها سنتين متنقلا بين معاهدها ومجالسها. وقد عاد
بعد ذلك إلى طنجيس أو أليلي مشبعا أكثر بالفلسفة، وأصبح باحثا عن الحقيقة، وبذلك فهو قد غير وجهته الأولى التي هي كانت هي دراسة الحقوق. تيوزيس هذه كانت زوجة أوكتافيو، وأوكتافيو هذا هو عضو مجلس الشيوخ، ممثل موريتانيا الطنجية. زوجة أوكتافيو هذا تعرف عليها أذربال في بعض الليالي التي كانت تنظمها في بيتهم الفخم بأليلي، غير البعيد عن قوس كركلة، حيث يقطن العلية من ساكنة أليلي. تيوزوس هذه تناءى عنها زوجها لانشغاله بأمور السياسة، وبعد فقدان ابنها الأصغر ازداد حزنها والقنوط في حياتها. تطورت العلاقة بين أذربيل وتيوزيس، وفكرت غير ما مرة في الهروب معه إلى خارج أليلي، لكنه رفض. ومما اقترحت عليها خادمة لها تسمى حتبوت، وهي أمينة سرها، اقترحت عليه أن يتناول شرابا يتحولون إثره إلى طائرين فيحلقا في الأجواء، فلا تنالهما يد الحاكم ولا جند روما، وسيعيشون حبهما لوحدهما. وشرابا آخر يعيدهما إلى سيرتهما الأولى من سير البشر. في المساء تناول هو ذلك الشراب لكي يصبح في هيئة طير، لكن المفاجأة أنه تحول لمخلوق آخر، تحول لحيوان ضخم، ألا وهو الحمار. نظر فجأة في المرآة فإذا هو حمار كامل الأوصاف، لا يختلف عن الحمير إلا في شيء أضحى مصدر معاناته، وهو قدرته على التفكير. هكذا إذن بدأت سيرة الحمار، وهو إبداع وإلهام أبدع به الكاتب حسن أوريد، مع نمط جديد في الكتابة على شاكلة كليلة ودمنة للمقفع، أو حصان المتنبي، أو قبلهم جميعا الحمار الذهبي، وهو سيرة حمار هي رمزية اتخذها الكاتب لنفض الغبار عن الهوية الأمازيغية، ولربما ليجيب على أحد أصدقائه الجزائريين بطريقته الخاصة. فبعد حادث وقع بينهما، بين السي حسن أوريد وصديقه الجزائري، في زيارة لتيبازا، وتيبازا هي مدينة أثرية على نمط مدينة وليلي، حينما قال له حسن أوريد: هذا المكان يذكرني بأبولاي. أبولاي هذا هو الأمازيغي صاحب رواية الحمار الذهبي، وهي ربما أقدم رواية في التاريخ. لكن المفاجأة هو أن أجابه صديقه الجزائري:
أنا هادوك ما نستعرفش بهم. التاريخ نتاعنا يبدأ من سيدي عقبة. يقول حسن أوليد: ثقافتنا أو هويتنا لا يمكن أن تختزل في جانب واحد. فلا يمكن مثلا لمصر أن تصدف عن عمقها الفرعوني أو تختزل تاريخها في لحظة واحدة أو حضارة واحدة. إذا تاريخ الأمم هو مثل الطبقات الجيولوجية، تنبني طبقة فوق طبقة وتشكل من خلال هذه الطبقات المتراكمة تشكل سدى ووحدة. فتاريخ بلادنا أعمق من أن يختزل في فترة ومن أن يحصر في فترة. كانت محاولة إذن لإعادة الاعتبار لجانب من تاريخنا. تحول صاحبنا إذن أذربيل إلى حمار، وسيعيش حالا مضطربا موزعا بين حالتين: حالة إنسانية لأنه يستطيع أن يفكر، ووجه حيواني لأنه لا يستطيع أن يجهر بما يرج في ذهنه. كانت إذن معاناة يعيشها، يتساءل: هل أنا إنسان أم حيوان؟ وحينما تصله أصداء موته ينتفض ويقول: أنا لم أمت، ولكن ليست له أي وسيلة لكي ينتفض ولكي يقول للساكنة التي أقامت جنازة تشييعه سوى أن ينهق نهيق الحمير. ولم يكن من أهالي المدينة إلا أن يوجعوه ضربا لأنه اجترى بالنهيق أثناء قيامهم بمراسيم الجنازة. في هذه اللحظة يتذكر صاحبنا نفسه إنسانا، يتصور أنه لو كان يستطيع أن يتكلم لقال لإخوته: أنا هنا، ثم ينثني إلى وضعه فيجد نفسه في الحظيرة وسط الحيوانات. وقد كان أكبر اختبار عاشه أنه تحول إلى حمال يحمل البضائع من سوق إلى سوق، وحدث أن تحرشت به أثان، والأثان هي أنثى الحمار. كان عليه أن يتدارك هذا الوضع الصعب. هل هو حيوان ولذلك سينزو على الأثان، أم هو إنسان وسيرفض هذا الإغراق، أقول هذا الإغراء الذي أجرته عليه الأثان؟ عاش لحظة عسيرة ولم يرد أن يستجيب لأهواء وإغراء الأثان، لأنه ظل يحتفظ بإمكانية الأمل أن يعود إلى سيرته الأولى، أي أن يعود لما كان إنسان. وأقوى اللحظات هو حينما يتحول إلى سيرك، إلى فقرة من فقرات السيرك، ينتقل من مكان إلى مكان إلى اليوم الذي يقرر فيه صاحب السيرك أن يضحي به. وقد قرر فعلا صاحب السيرك أن يبعثه لينازل سبعا. منازلة سبع إنها النهاية المحتومة إذن، ولكن يستجمع قواه الذهنية، تتذكر أنه ليس حمارا ولكن إنسان، ولذلك دبر أمره ووظف ذكاءه أن يهزم السبع. ومنذ هذه اللحظة المفصلية
أخذ يفكر في شيء واحد، وهو أن يعود إلى بلده، لأنه كان يقدر في نفسه أنه لن يستطيع أن يسترجع وضعه الإنساني إلا إذا عاد إلى بلده. فعلا سلك طريقا وعرا تهددته فيه الكلاب والذئاب والضباع، وكان عليه أن يثبت إلى أن وصل إلى ضاحية بلدته، وقرر أن لا يحسم أن يذهب إلى أمه، ورغم أنه كان يؤذيه أنه يذهب إلى أمه وهو حمار. فقرر أن يغتسل في إحدى المديان، وقد ذهب فعلا إلى بحيرة، وعندما أخذ يغتسل وقع ما لم يكن مقدرا، إذا به يعود إنسانا، يعود إلى حالته الأولى ويصرخ: أنا إنسان. هذا السفر لم يكن جغرافيا في المكان، ولكن بالأساس كان سفرا ذاتيا ليكتشف ذاته. النزوع الحيواني هو جزء منا، وهناك حرب ضروس ينبغي أن نخوضها لكي نتغلب عن هذا الجانب الحيواني. اجترح أذربال المحرم، وكان عليه أن يؤدي الثمن، وأدى الثمن لكي يكتشف ذاته، ورأى أن اكتشاف ذاته ليس كافيا، عليه أن يكون في خدمة ذاته وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.